أعتقد إن أنت كده آخر انبساط. كل يوم حلقة جديدة، ترشيحات، مراجعات معرض قبل المعرض، حاجات على التيك توك، حصريات يعني من الآخر. فما تجيش تتكلم معايا بقى وتقول لي رحنا وجينا والكلام اللطيف ده. تعالى بقى النهاردة هاخدك في واحدة فعلا ما أعتقدش إن أنت شفتها قبل كده، ودار جديدة عليا وعليكم لأنها عاملة حاجة مختلفة السنة دي عن أي حاجة هي كانت بتقدمها. فهنتكلم على الحاجة الجديدة اللي هي عاملاها السنة دي والحاجات اللي هي عندها قبل كده وإيه الخصومات والمسابقات اللي هتكون موجودة عندهم. وحاجة مهمة جدا في آخر الحلقة مفاجأة ليكم ولكل اللي هيبقى مهتم بالموضوع ده، استنوها للآخر. اهلا بك يا صديقي العزيز في حلقه جديده من حلقات بوك كافيه وحلقات هشتري ايه. والمره دي مع دار جديده وهي دار مختلفه، يمكن دار ليها ستايل معين في الاغلفه، ستايل معين في الكتب بتاعتها، وهم اكتر رايحين من ناحيه الكتب. الدار دي هي دار بيت الياسمين. المميز والمختلف عندهم السنه دي واللي لفتني ان هم عندهم لاين جديد، لاين مختلف، لاين متخصص بالرعب. اغلب كتاب الرعب اللي احنا عارفينهم والمشهورين واللي ليهم صيت كبير قوي أصبحوا موجودين مع دار البيت الياسمين بشكل جديد، بستايل جديد، بطريقة مختلفة. حتى في طريقة عرض الأعمال على الصفحة كانت طريقة مختلفة من خلال لقاءات مع الكتاب. فحاجات كتيرة لطيفة جدا هنتكلم عنها النهارده في خلال الحلقة، فالمهم إن انتوا تتابعوها عشان في مفاجآت وفي حديث عن خصومات ومسابقات ليها علاقة بدار بيت الياسمين. وزي ما قلت لك إن هي مختلفة لأن أنا فعلا معايا إصداراتهم ومعايا كل اللاين الرعب في قبضة يدي وقريبا في معرض الكتاب زي ما بيقولوا اليومين دول. المهم إن دول تقريبا أغلب الروايات بتاعة الرعب، في اتنين بس مش موجودين معايا، بس ان شاء الله يبقوا موجودين معايا في معرض الكتاب. اتكلمنا عن كتير منهم خلال التيك توك والانستجرام لو انت متابع، وخليني النهارده برضه هكلمك عن اغلبهم في دلوقتي في الحلقه بتاعتنا. لو لفتك حاجه منهم فاكيد انت ممكن تحب تشتريها، وهقول لك في الاخر ممكن ازاي تحصل على خصم وخصم خاص كده من خلال متابعتك لبوك كافيه ومن خلال متابعتك لدار بيت الياسمين. أول رواية معانا هي من الحجم الصغير للكاتب تامر عمر، وهي رواية زفة الجبانة. ودي رواية شوية بتتكلم على فكرة القبور وليها جو مرعب شوية لو انت بتخاف من الوقت ده. اعتقد ان دي هتكون سلسلة معانا مكملة، ودي احد اعمال الرعب الاصلية. تاني عمل وهو بعد سنتين من عدم وجوده على الساحة بيرجع مع أدوار مختلفة بشكل مختلف. واحد من كتاب الرعب الشطار جدا واللي ناس كتير بتحبهم هو دكتور حسين السيد مع روايته قطط سوداء. والرواية دي اللي من النبذة بتاعتها واضح إنها بتتكلم على صفقة مع الشيطان من خلال رجل ومراته وموضوع غريب، والشيطان هيرجع عشان يطلب التمن ده. فايه اللي هيعملوه وايه الصفقة دي وايه الحاجات اللي هم هيتجاوزوها. اعتقد انها هتكون مختلفة والغلاف بتاعها مختلف وفي علاقة بطفل كده هيتقتل، فحماسية جدا. بعد كده عندنا الرواية دي وهي بعنوان كتاب الكنوز، الغول والعنقاء والخل الوافي لإسلام عبد الله. ودي بقى اللي بتتكلم على كتاب الكنوز نفسه. ده كتاب مخفي حواليه أسرار كتيرة بيكتشفوه من خلال اكتشافهم لأكتر من شخص اتقتل في رحلة بحث عن مدينة مختفية في العراق. بس هيكتشفوا ان في 4 مش موجودين وفي شخص معاهم كان المفروض يبقى معاهم، ده جثته مش موجودة ومختفي، والرصاصات المقتول بيها ال4 أشخاص دول هي من مسدسه هو. والشخص ده هيفضلوا يدوروا عليه. طب مين اللي هيدور عليه؟ هيدور عليه شخص تاني متخصص في فكرة ان هو بيقتفي اثر الناس او بيدور عليهم. وهيجي له اصلا صندوق غامض فيه ارقام متبعتره، ولما يجمع الارقام دي ويطلب الرقم ده هيقول له ان انت في جسمك الخاتم اللي انت لبسته، يعني في خاتم، الخاتم اللي انت لبسته ده هيموتك في خلال 40 يوم، فلازم تتحرك بسرعه وتجيب لي الكتاب ده. في رحله غريبه وغامضه واكتر من خط فيها، في رحله مشوقه هيتجمع فيها اكتر من شخصيه في محاولتهم ان هم يروحوا لكتاب الكنوز. فايه السر ورا كتاب الكنوز ده؟ وهل هيقدروا يوصلوا له؟ وليه العالم ممكن يتقلب لما الكتاب ده يقع في ايد حد فيهم؟ بعد كده رواية برضو من روايات الرعب والاعمال الرعب الاصلية، وهي للكاتب فهد حسن، والخروج الى الزاوية. بتتكلم عن شخص هينعزل في اوضته وهيقعد في الزاوية بتاعت اوضته، بس قعاده في الزاوية دي مش هيكون بالسهل. فايه اللي هيحصل له؟ هتعرفوا لما تقروا الرواية، وهي حجمها صغير اعتقد هتخلص معاك في وقت قليل جدا. بعد كده رواية برضو من الأعمال الرعب الأصلية وهي الكاشف للكاتب محمد شعبان الناطق بلسان الموتى. ودي بتتكلم عن شخص أعمى يعتبر بشكل ما مريض نفسيا، لكن في نفس الوقت بيقدر يسمع الموتى ويقدر يتحدث معاهم. فهل القدرة بتاعته دي البوليس هيصدقها؟ وهل هيقدر بقدرته دي لو هي فعلا حقيقية إن هو يساعد في حل لغز الجريمة؟
ده اللي هنكتشفه برضو لما هتقرا الروايه. بعد كده بقى روايه لكاتب برضو من الكتاب المشهورين جدا، وهو الكاتب عمرو المنوفي، في روايه جديده ومغامره جديده بعنوان الغرفه السابعه، بينك وبين نهايه العالم قرار واحد احمق، واللي بتتكلم عن شخص عادي جدا لكن مره واحده بيختفي من الوجود ويرجع تاني لمراته وابنه اللي بيكبر بس بشكل غريب. فهل هيقدروا يستقبلوه؟ وهل بعد استقبالهم ليه ايه اللي هيحصل؟ وهل ابوهم ده او الاب ده جاي بغرض عادي ولا هيورط ابنه في مشاكل كبيره؟ لسه ما خلصناش، خد نفسك كده وتعالى نخش على اللي بعد كده، وهي روايه الاسود جرس الانذار الاخير لاحمد زكي، واللي بتتكلم فيها عن طبيب بيحاول يستكشف علاج لكل الامراض، لكن بعد استكشافه ده بيتم سرقته، فبينعزل وبيروح للارياف، ولحسن الحظ في نيزك كده معين بيقع من السماء محمل بقدرات عجيبة، والدكتور بيكتشف النباتات دي وبيلاقيها بتعالج الناس، بس مع الوقت بيلاقي أثارها الجانبية إنهم بيتحولوا بشكل ما، بشكل مختلف، وممكن ياكلوا الناس اللي حواليهم. فايه اللي هيحصل وايه المغامره اللي هيعيشوها، واستعين بمين في الحقيقه عشان يقدر يحل لغز الجريمه دي؟ بعد كده روايه جديده لمصطفى الششتاوي بعنوان بيت المقاطيع، ودي بتتكلم على البداري، الام اللي بتشوف ابنها وبتحاول انها بكل طاقتها انها تحارب عشانه وتحارب عشان البيت اللي اكتشفوه. رواية فيها كتير من الأجيال اللي بتتعاقب، وزي صراع كده ما بين جيلين على بيت معين، بيت غامض، فإيه السر ورا الحكاية دي كلها وإيه اللي هنكتشفه معاهم. آخر رواية بقى وهي أجدد رواية للكاتب محمد صاوي بعنوان الزرايب، واحدة من الروايات الجديدة المختلفة اللي بتتكلم على منطقة من المناطق الغامضة جدا، ومناطق الزرايب أو الزريبة، وإيه اللي بيحصل فيها، وإيه العالم الغريب ده، وإيه المنطقة اللي هيعيشوها في العالم الغريب ده. رواية مختلفة، رواية أعتقد إنها تكون تجربة جديدة لمحمد الصاوي، انا شخصيا متحمس ليها من بعد انقطاعي للقراءه ليه. اخر حاجه بقى وهو كتاب مجمع عن موسوعه من القصص والاساطير والالغاز اليابانيه المرعبه بعنوان كريبي باستا، وده من تجميع الكاتب عمرو المنوفي. ما تفتكرش كده ان احنا خلصنا كل لاين الرعب، لكن في كتاب كمان او كتابين كمان بس للاسف هم مش معايا. اول كتاب هو كتاب بعنوان الهرم الاسود للكاتب دكتور محمود صلاح، اللي مشهور بحثه عن الماورائيات والحاجات الغامضة والحاجات الغريبة، فأعتقد إن الكتاب هيكون من الكتب الممتعة جدا، وباين أعتقد من الغلاف اللي هيظهر لكم دلوقتي. وتاني كتاب وهو بعنوان قتل بسعر رمزي للكاتب شريف عيسى، وبرضه واحد من الكتب تعتبر من أعمال الرعب الأصلية واللي فكرته جديدة ومختلفة. ومن هنا خليني أقول لكم إن أنا حبيت إن دار الياسمين ابتدت تتبنى فكر جديد، وابتدى يحاولوا يدخلوا نوع جديد أو يجذبوا نوع جديد من القراء لاصداراتهم، لان هم اصداراتهم بتعتمد شويه على الفكر وليهم اصدارات كتيره مختلفه. ومن اغلب اصداراتهم اللي عايزين نتكلم عنها برضو ان هم برضو ليهم ترجمات كتير، ويمكن من الترجمات الحديثه ليهم برضو السنه دي هي ترجمه لجيمس بوند الجاسوس الذي احبني، وترجمه سامح الجباس، واعتقد هيبقى في ترجمات تانية لسلسله جيمس بوند. وهنا برضو عندنا قصص وخواطر لفرانز كافكا، مجموعة من أفضل القصص لفرانز كافكا. غير كده عندهم مجموعة كبيرة قوي من المترجمات الممتازة الحقيقة وفي حاجات مختلفة. فخليني بقى أقول لكم إن في مسابقة عاملاها دار بيت الياسمين ليها علاقة بلاين الرعب أو الإصدارات الجديدة من الرعب اللي هم عاملينها. الفكرة إن هم هيبقى فيه ماكت كده أو شكل معين في الدار، هيكون موجود في الدار، فكل اللي عليك ان انت هتروح وتتصور، والشخص اللي هيكون صورته عليها اكتر عدد من اللايك والشير هيكسب اللاين الرعب كامل، او هيكسب قسيمة مشتريات ب 3000 جنيه من اصدارات الدار يقدر يستخدمها هناك. دي طبعا اول مسابقه، وخصومات اللي هتكون موجوده طبعا على طول بشكل كبير. عايز اقول لكم ان هم برضو عاملين حاجه جميله هناك، وهي ركن ال 25، وده بيبقى متجدد يوم عن يوم، فلازم تتابع الصفحه عشان تشوف ايه كل الخصومات وكل العروض اللي بتكون موجوده وقت المعرض، لان هي بتبقى متغيره والحاجات دايما بتبقى مختلفه. والحقيقه الركن ده من الاركان الجميله جدا في دار بيت الياسمين، وميزته ان هو متجدد او بيبقى فيه كتاب دايما متجدد بسعر قليل جدا، وبتكون من الحاجات القويه. ومن الحاجات القويه عندهم ان هم برضو عندهم، لو انت مهتم بالكتب اللي ليها علاقه بالاديان وتاريخ الاديان، فعندهم كتب كتيره بتتكلم عن الموضوع ده، ويمكن من اشهرها كتاب عندما اصبح المسيح الها. وكمان برضو عندهم مجموعه من الاصدارات اللي ليها علاقه بتاريخ الاديان، مثلا زي صلوات العالم لفالح المهدي، قراءه نقديه في ثقافات العالم الروحيه. وعندنا برضو هنا ده كتاب لابراهيم عبد المجيد، وده برضو كتاب تاني لابراهيم عبد المجيد من كتبهم برضو الممتازة. وهنا برضو عندهم كتاب عن التاريخ، الكتاب ده بعنوان اثر الريشة،
وبيتكلم على فكرة الريشة عند القدماء المصريين، بس هنا بقى بيكلمك عن حاجات مهمة جدا. بيتكلم مثلا على مؤامرة اغتيال رمسيس الثالث، محاكمة سقراط، العدالة في أثينا القديمة، محاكمة آن بولين، محاكمات كتيرة قوي واعترافات مختلفة. كتاب من الكتب الحلوة الحقيقة. وعندنا برضو ده كات كت... وعندنا برضو كتاب تاني لفالح المهدي عن برضو الأديان أو دراسات عن الأديان، البحث عن جذور الإله الواحد. وأخيرا بقى واحد من الإصدارات الجديدة والحقيقة اللي أنا مهتم بيها جدا، لأن ده أعتقد برضو ترجمة أسامة عبد الحق نصار، وهو نفس الكاتب أو نفس المترجم عندما أصبح المسيح إلها. والكتاب ده من الكتب أعتقد القيمة جدا اللي لازم يكون في مكتبتك، وهو كتاب المجد والذهب والإنجيل. يعني روح دار بيت الياسمين، هتلاقي تنوع مختلف هيهمك، هتلاقي كتب في حاجات مختلفة، وهتلاقي برضو روايات مختلفة وممتعة. وطبعا كنا جايبين سيرة المترجمات، بس خليني برضو اعرض لكم شوية مترجمات برضو للدار من المترجمات الكويسة جدا. وانا بتكلم دلوقتي هتظهر لكم صور المترجمات دي، ده جزء من الاعمال اللي عندهم المميزة الحقيقة. مش دي بس المترجمات، لكن في اعمال كتيرة قوي ممتازة عندهم من ركن المترجمات. بكده يبقى اتكلمنا على دار بيت الياسمين، اتكلمنا على ايه الجديد عندهم وايه المختلف السنه دي، بالاضافه للاصدارات الكتيره المختلفه اللي عندهم. كلمتكم عن المسابقه، ما تنسوهاش، مسابقه مهمه جدا، حاولوا تشتركوا فيها. يا اما هتكسبوا اللاين بتاع الرعب، يا اما هتكسبوا قسيمه مشتريات ب 3000 جنيه، بالاضافه لركن ال 25 اللي بيبقى متجدد يوميا. واخر حاجه بقى وهي مفاجاه ليكم، ان اي حد هيروح ويقول ان هو جاي من خلال قناه بوك كافيه او يقول الكود بوك كافيه، هيجي له خصم خاص، واعتقد اللي هو هيكون 20%. فاتاكد ان انت تقول، واتاكد ان انت تاخد البرومو كود او الكود ده تقوله لو هتشتري من هناك. وان شاء الله تبقى فرصه حلوه، واعتقد ان ممكن اشوفكم هناك ونتصور، فتبقى حاجه لطيفه جدا ان شاء الله.